السلام عليكم. هناك أحاديث في كتب السقيفة عجيبة غريبة، إذا قرأتها تشم منها رائحة السياسة، سياسة السقيفة. سأذكر لكم بعض الأحاديث وانتبهوا معي إلى هذه المصيبة التي ربما كثير منكم لم ينتبه إليها. نبدأ مع الحديث الأول ودققوا معي جيدا. صحيح مسلم بشرح نووي في الجزء 15 حديث 2401 أن عائشة قالت. نلاحظ أن الراوي لهذا الحديث هي عائشة. جيد جدا، نكمل. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. تستطيعون أن تتخيلوا المشهد. هكذا تصور لنا عائشة رسول الله أنه كان جالسا كاشفا عن فخذيه. نكمل. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة. من أول من دخل على رسول الله؟ إنه أبو بكر. من هو أول خليفة نصب في السقيفة؟ إنه أبو بكر. جيد جدا، نكمل. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك. ثاني شخص دخل على رسول الله من هو؟ إنه عمر. من هو ثاني خليفة نصب في السقيفة؟ إنه عمر. جيد جدا، نكمل. ثم استأذن عثمان. إذا دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فجلس رسول الله وسوى ثيابه. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباليه، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباليه، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أنا لن أعلق على هذه الرواية المخزية في حق رسول الله لأنه ليس بحثي اليوم. إذا من هو آخر واحد دخل على رسول الله؟ إنه عثمان. من هو الخليفة الثالث في السقيفة؟ إنه عثمان. إذا هؤلاء الثلاثة دخلوا على رسول الله بالترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، مثل ترتيب سلم السقيفة. أليس هذا أمر غريب؟ قد يقول قائل: هذه مجرد صدفة ما فيها شيء. أقول كلا، الأمر ليس كذلك. إليكم حديث آخر. أن عائشة زوج النبي وعثمان حدثه أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك. نلاحظ أن أول من دخل على رسول الله مرة أخرى هو أبي بكر، نفس الترتيب. نكمل. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته، نفس الشيء. ثاني شخص دخل على رسول الله هو عمر. فمن تتوقعون سيكون الثالث؟ نكمل. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس. الثالث هو عثمان، دائما بهذا الترتيب، مثل ترتيب سلم الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أليس هذا أمر غريب؟ قد يقول قائل: لا، ربما هذه مجرد صدفة أخرى ما فيها أي شيء. جميل جدا. إليكم الرواية الثالثة. عن أبي موسى الأشعري قال: بينما رسول الله في حائط من حائط المدينة إذ استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة. الله أكبر. أول من طلع أبو بكر، فأعطاه رسول الله تأشيرة الجنة مباشرة. من تتوقعون الثاني؟ قال: ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر. ومن غير عمر؟ ففتحت له وبشرته بالجنة. الله أكبر. ثاني الشخص وكالعادة عمر، بنفس الترتيب. فمن تتوقعون الثالث؟ ثم استفتح رجل آخر. قال: فجلس النبي فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان. قال: ففتحت وبشرته بالجنة. وكالعادة الثالث هو عثمان. هذا العجب. هل ينزل عليهم الوحي أنهم يأتون واحد تلو الآخر بالترتيب سلم الخلافة؟ أم أنهم يقفون واحد وراء الآخر عند الدخول؟ لماذا لم يدخل مثلا عمر قبل أبي بكر؟ أو عثمان ثم عمر ثم أبو بكر؟ ولماذا عثمان هو آخر واحد دخل؟ الجواب أن هذه الأحاديث تم اختراعها بعد رحيل رسول الله. حتى رسول الله لم يسمع بهذه الأحاديث أبدا، لأنه ألفت بعدما تولى أبو بكر وعمر وعثمان الخلافة. تم اختراع هذه الأحاديث والفضائل المكذوبة حتى يعلو من مقام أبي بكر وعمر وعثمان. وحين يكون الحديث يمدح واحد من هؤلاء يجعلونه آخر واحد يدخل على رسول الله. لا تصدق. شاهد معي مثال آخر. وكيف أن هذا الحديث يمدح عمر وسيكون آخر واحد يدخل على رسول الله. شاهد. سنن الترمذي حديث 3690. يقول بريدة: خرج رسول الله في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب. كالعادة أبو بكر دائما هو أول واحد من يدخل، مبرمج ما شاء الله عليه. واضح أن مؤلف أو صاحب سيناريو هذه الأحاديث أو الفضائل المكذوبة يريدها هكذا بهذا الترتيب. والآن من تتوقعون سيكون آخر واحد يدخل على رسول الله؟ لأن هذا الحديث يمدح عمر، فأكيد عمر سيكون آخر واحد. شاهدوا.
ثم دخل علي وهي تضرب. هنا حاولوا إقحام الإمام علي عليه السلام في هذا الحديث المخزي. نكمل. ثم دخل عثمان وهي تضرب. ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب. فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب. فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. ما شاء الله على عمر، آخر واحد يدخل على رسول الله هو الذي كان جالسا في مجلس الشيطان، كان فيه الشيطان. وحين دخل النبي عمر فر الشيطان من المجلس. يعني الشيطان لا يخاف من الصحابي محمد رضي الله عنه، فقط يخاف من النبي عمر ساعة سلم. وكما شاهدتم، بما أن الحديث يمدح عمر فأكيد سيكون آخر واحد يدخل على رسول الله. الآن ننتقل إلى آخر حديث، رغم أن هناك أحاديث كثيرة، وهذا الحديث الذي ستقرؤونه معي هو أشهر حديث يرددونه أتباع السقيفة، ألا وهو حديث المبشرين بالجنة. اقرأوا معي. عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. أليس هذا الترتيب هو نفس ترتيب سلم الخلافة؟ واضح أن مؤلف هذه الفضائل المكذوبة هو نفس الشخص، وبالطبع ألف هذه الأحاديث بعد رحيل رسول الله، حيث دائما تجد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فلو كان رسول الله هو من رتبهم هكذا فكان سيكون معروف عند الناس من هو ترتيب الخلفاء بعد رحيل رسول الله، وهذا لا يقول به عاقل، حيث لا يوجد دليل عند القوم أن رسول الله نص على أحد بأنه خليفة ورتبهم بهذا الترتيب، إلا الإمام علي عليه السلام الذي نصبه رسول الله خليفة في يوم غدير خم، وهذا ليس موضوع اليوم. المهم من هذا البحث البسيط أن هذه الأحاديث سياسية ألفت بغرض واضح، وهي رفع من مقام أبي بكر وعمر وعثمان. فأي حديث وجدتموه بهذا الترتيب فاعلموا أنه حديث مختلق مكذوب على رسول الله، وأكيد ستجدون الحديث ينزل من مقام رسول الله ويرفع من مقام هؤلاء، كما شاهدت معي بشكل واضح وصريح في كل هذه الأحاديث. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم.